إيبوكا زملكاوي، خلاص تم حسم صفقة إيبوكا لنادي الزمالك، والآن يعني اللمسات الأخيرة في الصفقة بتتم ما بين إدارة نادي الزمالك وما بين إدارة سيراميكا. لكن إيبوكا خلاص زملكاوي، وأعتقد صفقة قوية جدا 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 وتحسب لإدارة نادي الزمالك، لأن فيريرا ما كانش عايز إيبوكا في بداية الموسم، تخيلوا. لكن الزمالك بيحاول يصحح الأوضاع في الفترة القادمة، وخلاص تم حسم صفقة إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا لضمه إلى صفوف الفريق في يناير الجاري. وأنهى الزمالك اتفاقهم مع إيبوكا، وكل التفاصيل بعد جلسة أمير مرتضى المشرف العام مع اللعيب ووكيله في التجمع الخامس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. وطبعا بيتفاوض مسؤول نادي الزمالك حاليا مع سيراميكا على القيمة المالية، بقى حاجات بقى ايه هندفع امتى، 20 مليون دفعة واحدة دفعتين، كل ده خلاص. لكن إيبوكا زملكاوي خلاص، واعتقد فرحة كبيرة لجماهير نادي الزمالك، لان إيبوكا بالفعل يعني معروف، يعني لعيب معروف. خلينا إيبوكا هيطلع عين اللي جابوكا اللي انتوا اشتريتوه بأمر الرحمن، وهو مفاجأة القمة يوم 21. جون إيبوكا ان شاء الله بإذن الله هيحط أهداف. عندكم جون إيبوكا، هنجيب هاتريك إيبوكا بأمر الرحمن ونكسب الماتش. احنا ما حدش اتكلم معاه، بس انا شفت، بس كان في اللي جايز مثلا، كان في مدرب وكان سيد وكان مجموعه لعيبه، شناوي ومدبولي، قصدي متولي، كانوا موجودين بيتناقشوا مع الحكم يعني. بس انا حاولت ان انا يعني، انا طبعا بسلم عليهم وعلى الحكام وعلى لعيبه النادي الاهلي والجهاز. هم زعلانين ان متولي خد انذار، اللي انا بسال بقول له معلش يعني، فقال لي لا ده خد انذار وعندنا ماتش. انا مش واخد بالي ان الماتش اللي جاي الزمالك. فهو دي كانت مزعلاهم ان هو خد انذار يعني وكده، فكان بيكلموا مع الحكم يعني على اساس ان الانذار استعجل فيه ولا حاجه. انا مش الوقت الضايع كمان، مش الوقت الضايع، بس انا ما اعرفش التفاصيل. اولا الوقت كان كتير، من الراجل مدي 6 دقايق يعني، 6 دقايق وما فيش حاجه راحت. انت شفت حتى اللعيبه اللي كانت بتغير من عندنا كانت بيطلعها من اقرب حته في الملعب. يعني هو النهارده الحكم برضه نقطه كويسه انه اجتهد واشتغل بشكل كويس. مباراه صعبه قوي عليك، خلي بالك، وصعب على اي حد. فاكيد هتدافع عن الحكم من يشهد للعروسه، ده كان ناقص يحسب ضربه جزاء ويخلي مراقب المباراه ينزل يشوطها على الاهلي النهارده. الرحمه يا رب.